السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كيف حالكم؟ أنا تمام. اليوم سنغوص في عالم الكرتون لنكتشف أسراراً لم يعلم بها أحد. لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلك جديدي. أطفئوا الأنوار وهيا لنبدأ. A few moments later. السلام عليكم حبايبي، اليوم أحضرت لكم دانو نظرية جديدة عن كرتون جامبول. كلنا نعرف جامبول وكلنا نعرف داروين أخ جامبول، واللقطة التي أحضرتها لكم اليوم تعتبر أوسخ لقطة في تاريخ الكرتون. نعم يا أصدقاء، وهذه اللقطة فيها جامبول وداروين. تابعوا معي اللقطة يا أصدقاء. في هذه اللقطة يا أصدقاء نجد الفتى داروين جالس على الكمبيوتر ويقدم بعض التعليمات للفتى جامبول. بعدها نجد جامبول جالس على الجهاز وذلك الجهاز يخرج شعاعا غريبا. بعدها نجد داروين يصرخ كأنه رأى شيئا غريبا. بعدها نجده في الحمام وهو يغسل عينيه. أعتقد أن الأمر واضح يا أصدقاء، وهذا يعني أنه رأى شيئا يا أصدقاء. أعلم أنكم فهمتم. فهذه اللقطة يا أصدقاء تعتبر من أوسخ اللقطات في تاريخ الكرتون، لأن داروين كان يقول لجامبول اجلس على الجهاز لكي أكشف عليك، وأخذ له صورا لجسمه من تحت، وجامبول كان عاريا تماما. لأننا لاحظنا عندما وصلت الصور لداروين، داروين صرخ. فعندما غسل عينيه داروين من ذلك المشهد الرديء قال له جامبول لماذا تفعل هذا؟ فنحن إخوة، يعني هذا شيء عادي. لكن يا أصدقاء هذا ليس شيئا عاديا، وأنا في غاية الصدمة. وأنتم ما رأيكم يا أصدقاء؟ والآن مع اللقطة الثانية يا أصدقاء. كلنا رأينا حلقة الخدعة عندما كان جامبول يخيف الطلاب عن طريق كاري، فبعدها ذهبوا للأستاذ براون وأقنعوه أن المدرسة بها أشباح، وطلبوا منه أن يعطيهم كل الحلوى الموجودة بالمدرسة. وفعلا نجحت خطتهم وأحضروا كل الحلوى الموجودة في مدرسة إلمور. هانت آخر قطعة حلوى في إلمور. والصدمة أن الوحش غارغوريس فعلا حقيقي. قرر جامبول وداروين وكاري القضاء على ذلك الوحش، وقاموا بتأكيله كل تلك الحلوى لكي يموت وينفجر. لكن للأسف تلك الحلوى لم تكن كافية. وهنا نجد اللقطة المحذوفة، وهي البنت كاري تقول للوحش سأتزوج منك بشرط أن تبعد عن العالم، وهو عالم إلمور. إذا وعدتني بألا تدمر العالم سأملأ أنا قلبك. ماذا تفعلين؟ إنه الحل الوحيد. وهنا يا أصدقاء نجدها تقدم لها هذا الشيء كما ترون يا أصدقاء، لكن جامبول لم يرضى ويرميه بمصاصة فينفجر الوحش. وأنتم يا أصدقاء ما رأيكم؟ أريد تعليقاتكم وتفاعلكم. هيا حبايبي. ما الداعي لكل هذه الإشارات في رأيك؟ أتمنى أن تخبرني في التعليقات، وسأتقبل أي فكرة تطرحها. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لكي أستمر في تنزيل وأنزل لك المزيد من الأشياء الرائعة والحقائق المرعبة والنظريات المخيفة. باي. باي.